في بقى بعد كده نوع الليزر اللي هستخدمه. زمان اول ما بدانا كان الليزر موحد، يعني مثلا انا ناقص 2 حضرتك ناقص 2، بالنسبه للجهاز احنا واحد. ايا كان ناقص 2 دي سببها القرنيه، سببها العدسه، سببها مشكله في الجسم الزجاجي، هو بالنسبه له احنا واحد. تمام. كمان في حاجه اسمها بنسميها تشوهات بصريه، دي مش مسؤوله عن كم الرؤيه قد ما هي مسؤوله عن جوده الرؤيه. يعني دي اللي ممكن تخلي الواحد يكون شايف 6 ومع ذلك لا يا دكتور ابص في النور بيبقى فيه هالات. ماشي. يعني بشوف الحاجات لها خيالات او ظل. دي بنسميها يعني الكواليتي بتاع الرؤيه. خلاص دي اسمها تشوهات بصريه، برضو دي كنا محتاجين ان احنا نصلحها اثناء عمليه الليزك. ففي الاول خالص بدانا بالليزك العادي ان هو بيتعامل معانا كلنا، ما دام نفس المقاس يبقى احنا كلنا شخص واحد بالنسبه له، ينزل بنفس الدرجه بنفس الاماكن في نفس النقط. طب بس احنا بقينا بعد كده محتاجين حاجه احسن شويه، مش يعني اكيد مش كل الناس اللي مقاسها ناقص 2 زي بعض. فاكتشفنا بعد كده او تم اختراع اجهزه بتقدر تشوف لي التشوهات البصريه دي بالظبط، وناقص 2 بتاعت فلان ده جاي من ايه، وناقص 2 بتاع فلان ده جاي من ايه. وعملت حاجه اسمها بصمه العين. ولان بصمه العين مش متكرره عند حد، يمكن ادق من بصمه الاصابع كمان، فبقينا بنعمل لكل واحد بروفايل بتاعه بتحط على الجهاز، بقول له والله انا عايزك تصلح لي المقاس ناقص 2 بتاع احمد ده او بتاع الدكتور ايمن ده. تمام. فهو هو عارف اللي عارف بتاعي انا ما احنا المظبوط. بناخدها بتتاخد على فلاش، السوفت وير بتروح للجهاز، بصمه العين بتاعت حضرتك بتتاخد وتروح للجهاز. يقول لك المفروض يتعدل يتعدل، بالطريقة دي. يقول لك اللي المفروض ينزل كذا. هو بقى اللي بيحدد. كمان حاجه تانية، هو هنا احنا لما بنيجي نعمل مقاس نظاره بيبقى دايما المقاسات عندنا بالربع درجه، يعني نقول والله فلان ده 2، ده 2 وربع او 2 ونص هكذا. ممكن اصلا فلان ما يكونش 2 وربع، يكون هو 2 و3 من 10، انا ما اقدرش احددها بالكشف العادي. هو بقى الجهاز بيقدر يقول لي بالظبط ده فلان ده 2 و26%، يعني بيطلع بالواحد من 100 الايه، فطبعا بيديك ادق كمقاس. وفي نفس الوقت هو اللي بيحدد البروفايل او اللي بنسميه يعني ايه الطريق، كم الليزر اللي هينزل، عدد النبضات هتنزل فين بالظبط، الحته اللي هركز عليها اكتر من حته، ده الكاستمايز. ده اللي بنسميه الكاستمايز، متفصل، بنسميه ليزك تفصيل، هو متفصل لفلان ده. يعني يقول لك بقى والله الراجل ده بيتضايق بزياده من من النور دي عشان خاطر التحديبه في الحته دي زياده، اكتر. فانا فهنزل هظبطها هنا له. مثلا، يعني السبوت بتاع اللايت هتبقى اكتر هنا وكمها اكتر والعكس، مش في الناحيه الثانيه وهكذا. حلو. فطبعا بتدي طبعا فرقت معانا جدا في جوده الصوره. فمش معنى لما تيجي تقول يا دكتور انا عايز اعمل فيمتو ليزك، ايوه ممكن تعمل فيمتو ليزك، بس نوع الليزر اللي ينزل يبقى كاستمايزد برضه عادي. هي دي الفكره اللي بتخلي الناس دايما يقول لك لا يا دكتور مش مهم التفصيل، انا عايز اعمل فيمتو، ده لا يتعارض مع ده، طريقه اجراء العمليه لا تتعارض مع نوع الليزر اللي بينزل على عينك. بس هو ده يعني اجدد حاجه وصلنا لها، ان احنا نعرف نعمل لكل شخص البروفايل بتاعه.